ازيكم عاملين ايه؟ هعمل النهارده معاكم طريقه الكيك بالشوكولاته، طريقه سهله جدا. هقول لكم تاني المكونات اللي معايا كوب ونص دقيق، معايا كوب سكر، معلقه كبيره نسكويك، 3 معالق كبار كاكاو، 2 بيضه، كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر، كوب لبن، كوب زيت، ومعايا الكيس ده مكتوب عليه قهوة بطعم البندق. اول حاجة هعملها معايا كده الخلاط، هنزل فيه كوباية اللبن، هنزل فيه كوباية الزيت. طبعا دلوقتي كده وانا معاكم في الفيديو فتحت الفرن عشان يلحق يسخن. انا كده هضرب الاول اللبن والزيت مع بعض. هنزل بمعلقة النسكويك، معلقة كبيرة، هنزل ب3 معالق كبار كاكاو، هحط كوبايه كبيره السكر. انا كنت واخده المقدار الكوبايه دي. خلي بالكم كويس وانتوا بتعملوا الكيك انه يبقى كله نفس المقدار الكوبايه عشان المقادير تطلع مظبوطه وتنفش منكم وهي في الفرن وتطلع حلوه. حطيت كده كوبايه السكر، تمام. هضرب كويس. انا بقول لكم خطوه خطوه اهو عشان في كذا حد سالني تحت في التعليقات على طريقه الكيكه، فقلت اعملها معاكم خطوه بخطوه وبالراحه جدا علشان تبقى سهله وبسيطه معاكم، ان شاء الله تطلع ناجحه والوصفه تعجبكم. هحط معاكم الكيس اللي هو مكتوب عليه قهوه بطعم البندق والكريمه زائد سكر، احطه في الخلاط اضربه. هنا انا جبت الطبق ده كده، تمام. هنزل فيه بالدقيق كله، وهنزل فيه بالكيس البيكنج باودر كله. انا كده هنا حطيت الدقيق والبيكنج باودر معاكم، هقلبهم كويس مع بعض، وبعدين هجيب البيض. وما ينفعش احط البيض على طول على الدقيق، ليه؟ لازم الاول اختبره واشوف البيضه سليمه ولا لا، عشان مش بعد ما احطها الاقيها بايظه. دي اول بيضه كده هحطها هنا وهقلب كويس. ودي تاني بيضه هحطها وهقلب برضو كويس معاكم. احط بقى كيس الفانيليا كله عشان زفارة البيض كمان عشان تدي طعم الكيكه حلو. واهم حاجه بقى في الموضوع ده كله محدش ينساها، ودي مهمه جدا 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 جدا، باكد عليها اهو، شويه ملح عشان تظبط الكيكه. وده كده شكل السوائل لما ضربتها مع بعض في الخلاط. هاخد منهم كوبايه من المقدار، هشيلها على جنب عشان بعد ما الكيكه تستوي اصبها عليها عشان ده يبقى الصوص بتاعها من فوق. احطه في التلاجة يسقع. حبه من المقدار هقلب بالراحه خالص، تمام، كله مع بعضه لحد ما يبدأ يمتزج. ومعلومة مهمة جدا، وانا بعمل الكيكة افضل اقلب كله في اتجاه واحد عشان الكيكة تطلع حلوة وما تهبطش مني في الفرن، عشان اللي بيسأل تحت في التعليقات هي دي الكيكة بتهبط. وهنا كده انا جبت المضرب بتاع البيض عشان ابدأ اضرب بيه كده باقي المقدار وهنزله معاكم. حطيت شويه من الشوكولاته اللي هي الوان دي في الخليط وهضربها معاه عشان تدي طعم حلو للكيكه. انا حطيت كده الصينيه في الفرن تسخن، وبعد ما سخنت حطيت فيها زيت اهو وهلف كويس وادهنه كويس في الصينيه. حطيت كده هنا دقيق وهعمله كده في الصينيه كويس عشان الكيكه ما تلزقش. وانا هنا كده سبت الكيكه تهدى وهعمل ايه،
انا كده صبيت الكيك هنا في الصينيه. تمام، هدخلها في الفرن على درجه حراره 150، واستنوا بقى معايا لما تستوي هوريكم شكلها بقى عامل ازاي. كده شكل الكيك اللي بالشوكولاته بعد ما طلعت من الفرن. انا هسيبها لحد ما تبرد خالص وتهدى عشان ابدا معاكم احط الصوص اللي احنا عملناه واقطعها واوريكم شكلها. خليكم بقى استنوا لحد ما تبرد. هجيب كده الصوص اللي انا كنت حاطاه في التلاجة وهقلبه كويس. هجيب هنا كده السكينة وهبدأ ان انا اعمل فتحات كده عشوائية علشان الصوص ينزل كله في الكيك. اصب كده واعمل كده بالمعلقة عشان ينزل في كل مكان. ده كده شكلها بعد ما صبيتها. انا معايا شوكولاته بيضه، هبشر في جزء شوكولاته بيضه واوريكم هعمل ايه تاني. ده كده بقى شكلها النهائي. انا حطيت هنا بشرت شوكولاته بيضه وشوكولاته سودا، وحطيت اللي هو اللي اسمه شوكولاته الشيبس ده، معرفش اسمه صح ولا غلط. حطيت كده في النص، قسمتهم يعني ما بينهم، وحطيت هنا 3 قطع شوكولاته صغيرين ورشيت عليهم شويه كاكاو من فوق. وده كده بقى شكلها. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناه، واستنوا مني فيديوهات تانية جديده. واللي يجربها يقولي تحت في التعليقات طعمها حلو، قولولي بجد بصراحه رايكم فيها والديكور بتاعي حلو ولا لا. حطها في التلاجة تسقع كمان عشان الصوص اللي احنا حاطينه يمسك فيها ويسقع. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واستنوني في كل فيديوهات تانية جديده. اكتبولي تحت في التعليقات عايزيني اعمل لكم وصفات ايه تانية. سلام.